تيتا بدي أسألك كيف بتعملي المسخن الفلسطيني؟ تفرمي بصل. اوكي، كلكم عم تسألوني يا سيلين انت من وين؟ انت من وين؟ بابا سوري من الجولان وماما فلسطينية من يافا، بس كنا عايشين بالشام. أكتر أكلة فلسطينية بحبها هي المسخن، والمسخن بتنعمل بأكتر من طريقة، بس أنا رح أعمل على طريقة ستي اللي متعودة عليها. بس قطعت البصل، بكتر زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، بقليهم على النار وبعدين بضيف عليهم السماق. بعد ما دابت معي البصلة بضيف عليها الدجاج اللي سالقته من قبل وبرجع بقلبهم على النار. ونحن للأسف ما عنا الخبز الفلسطيني اللي بيجي سميك، فرح استخدم هذا الخبز. هلا بغطس الخبز بمية الدجاج، بحطه بالبايركس. هلا بحط خلطة الدجاج والبصل وبعمل مثل هي أكتر من طبقة. هلا الطبقة الأخيرة بحط من فوق شوية زيت زيتون وهلا بفوتها على الفرن. الله، وهي خلصت. بضيف عليها لوز وهي المسخن الفلسطيني صار جاهز. ما بننسى كاسة العيران وهلا رح دوقه. اكيد هاي الاكله ما بتتاكل غير بالايد. يمه ما اطيبها يمه. انا دورت كتير لحتى لقيت هذا الثوب الفلسطيني اللي بيجي حلو وقماشته ثقيله. للصبايا اللي حابين يعرفوا من وين جبته رح اعمل تاج للاكونت تحت، واخر شي بقول الله ينصر اهل غزه.